زي مثلا اضطراب الاكتناز القهري أو ال HD أو ال Hoarding Disorder، وهو الاستحالة أو الصعوبة الشديدة في التخلص من أي مقتنيات أو إنك تتخلى عن حاجة قديمة عندك، وده بسبب الإحساس القهري للاحتفاظ بالحاجة دي حتى لو كانت كراكيب. المريض ده بيفضل يكنس في الحاجة فوق بعضها وفي أي حتة، هو بجد ما بيرميش حاجة لدرجة إن هو ممكن ساعات ما يعرفش يدخل المطبخ أو الحمام، وتبقى الشقة كلها عبارة عن أكوام وأبراج من الكراكيب اللي ملهاش أي لازمة. في مريضة اسمها لينيا عندها 47 سنة كانت بتحكي حكايتها اللي نشرتها جمعية الطب النفسي الأمريكية، إن موضوع الاكتناز القهري ده بدأ معاها لما والدتها رمت كل لعبها، ومن وقتها وهي عندها إحساس إنها ما ترميش أي حاجة. ليني بتحكي إن من بداية ما وصلت لسن ال30 شقتها ما كانش فيها أي مكان غير ممر صغير بتمشي فيه، وبعدين الموضوع تطور ووصل إنها ما بقتش حتى بتعرف توصل للمطبخ، فاشترت تلاجة صغيرة تحطها جنبها وتوستر للأكل الجاهز، وما بقاش فاضل غير مكان واحد فاضي في البيت، وبالتبادل كرسي مفتوح وسرير، لما تيجي تقعد هنا تشيل الحاجة اللي عليه تحطها على السرير، ولما تيجي تنام على السرير تشيل الحاجة من عليه ترجعها على الكرسي.